السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم وصفه اللوبيا مشطوب بطريقه مختلفه على الكلاسيكيه، تجي بزاف بنينه يعني. آه كاين واحد الديفيرونس كبير ما بين كي ديروها بالطريقه العاديه وبهذه الطريقه. انا عندي واحد العامين هكذاك وانا معتمدتها، وما من اللي يكونوا ما ياكلوهاش راح يولوا ياكلوها. اول حاجه جيبي مرميطه ديري فيها شويه تاع زيت وحطي فيها البولي تاعك ولا اللحم، يعني اي عفسه كنتي راح تقلي بها في الاول، ومن بعد نخلوها تتقلى واحد 5 دقائق هكذاك. ونزيدو عليها البصل اللي كنا سكرفجناه ولا طحناه، انا كنت طحنته. خليته على نار هاديه وغلقت عليه وخليته يتقلى مليح. بعد ما تقلى لي هذاك البصل والبولي، نزيد له واحد الملعقه هكذاك كبيره تاع طماطم مصبره ماشي معمره بزاف. بالنسبة لي أنا ما كانش عندي طماطم تاع الحب. إذا كانت عندكم تاع الحب من الأحسن ديروها، باسكو رايحة تعطيكم بنة بزاف شابة، و اون بليس ما كنتش رايحين تحتاجوا باش تمرقوا. إذا كانت عندكم طماطم تاع الحب ديروا حبة كبيرة ولا 2 حبات صغار، وزيدوا واحد نصف ملعقة تاع طماطم مصبرة ولا أقل. وبالنسبة للتوابل درت زنجبيل، فلفل كحل، كركم، وكمون. الكمون راح يعطيكم بنة بزاف شابة. العكري أنا كنت نسيته. وأكيد الملح ما نساوهش. وفي الوقت اللي تكون توجد فيه لاصوص نديرو اللوبيا مشطوط تاعنا تفور بعد ما كنا غسلناها مليح، باسكو انا حين نزيدو لها مرحله واحده اخرى باش نقدروا نديروها في لاصوص. وهنا بعد ما درت هذيك الطماطم مصبره كنت خليتها تقلات غير شويه، واحد دقيقه ولا زوج، ومن بعد مرقتها بالماء سخون. نخلوها على نار متوسطه ونروح نجيبو مقله نديرو فيها شويه تاع زيت مع شويه سمن ولا شويه تاع زبده، ذوبوهم وزيدوا لهم الثوم، وفرغوا عليهم هذيك اللوبيا تاعكم. زيدوا لها الملح، شويه فلفل كحل ومعدنوس، وبقاو تحركوا على نار متوسطه. ومن بعد ديروها في لاصوص اللي كنتو وجدتوها من قبل. على بالكم هاد الطريقه رايحه يعني رايحين تولوا معتمدينها دائما. اذا جربتوها راح تجيكم بزاف بزاف بنينه على الطريقه الكلاسيكيه. وكما قلت لكم ما من اللي ما يكونوش ياكلوها راح يولوا ياكلوها، وهذه عن تجربه. هنا كما راكم تشوفوا راني نحط فيها في المرقه تاعي اللي كنت وجدتها من قبل. ما ديروهاش تكون مية بزاف، مش راح تجيكم بنينه. واذا درتو طوماطيش تاع الحب ما تمرقوش كامل، يعني ما كونش رايحين تحتاجوا الماء، باسكو هي تلق الماء تاعها وتعطيكم هذيك المرقه البنينه. المهم هنا بعد ما درناها في لاصوص نحطوها على نار تكون متوسطه، تكتك واحد 5 دقائق هكذاك، ونطفوا عليها واللوبيا تاعنا تكون واجده. والحاجه اللي روماركيتها، ما نحكوش على بنينه وكامل، هذيك سي بون هدرنا عليها. روماركيتها بلي ما تديش بزاف الوقت في الطياب وما تشربناش بزاف المرقه، يعني ما نحتاجوش نمرقوا بزاف. فجربوا هذه الطريقه، متاكده مليون بالمية رايحه تعجبكم. واذا جربتوها ما تنسوش تبحثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام اللي راح تلقاوه في صندوق الوصف.